السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جبت لكم وصفة تاع حرشة، اللي هي معروفة الحرشة كاع الناس تعرف ديرها وكاع، بصح بطريقة مختلفة شوية. هنا كان عندي سميد متوسط، غرفية تاع سميد متوسط، ومغرف تاع دهان، ونص كاس تاع الزيت، ومغرف تاع الخميرة تاع الحلويات عادي. وهذاك الكاس تاع الحليب اللي راه عندي كنت درت منه غير شوية، ما استعملتهش كامل. هنايا نبسسها مليح 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 بيديا كيما راكم تشوفوا. ندخل كاع هذاك الدهان وهذاك الزيت مليح حتى تتبسس غايه، ومن بعد نبدا نلم فيها بالحليب. ما ديري لا ما لا والو، نلمها بالحليب. انا نلمها كامل، تجي جاريه شويه في يدينا، معليش ما تخافيش منها، على خاطر الطريقه قلت لك مختلفه شويه، ماشي كيما الحرشه اللي نديروها عاديه بالزيت والملح وعادي وصاي، ونديروها طيب عادي. انا داير لامينها بالحليب وتكون جاريه شويه. هذاك الزيت اللي بقى لي كنت درته في غرفيه، وزدت له واحد المغرف تاع سميت. شوف كيفاش تجي هكذا جاريه، خلطتها مليح مليح مليح. وكنت عندي مقله شحلت عليها شويه تاع النار، هذه تاع لي كريب. شوفوا نرفد هذاك السميد بالبانسو وندهن هذيك المقله تاعي، ونروح نحل بيدي. شوفوا العجينه كيفاش طريه، ما غبنتنيش. الا خفتي تنحرقي ولا سباتول، وعاودي العجينه مليح بيدك حتى تتسقم هذيك الحاشيه تاعها كامل كامل. شوفوا كيفاش راني نسقم فيها ونصنعها، من بعد نثقبها بالفرشيطه، ندور عليها كامل باش تدخل هذاك الطياب غايه، والطيب مليح ما تجينيش معجنه من الداخل. شوفوا كيفاش غادي تجي، شوفوا كيفاش عاوضتها بالسباتولي كيما هكا بالعقل بالعقل تتحكم روحها. علاش قلت لك ما تخافيش منها كي تجيك جاريه عادي. درك هنا نقلبها، شوفوا كيفاش تطيب وتجي محمره. وللعلم درت مغرف تاع سكر في وسط العجينه، ما تنسوش، نسيت ما قلت لكمش. هنايا شوفوا عاودت قلبت لها الطياب، نزيد نطيبها مليح. انا كنت رققتها، درتها شويه رقيقه، زعما اللي يبغى الحرشه غليظه زعما يكتر في المقادير يزيد وصاي عادي. شوفوا هنا داك الشويه تاع الدهان اللي درته، انا نبغي نحط هذاك الدهان ونخليه يذوب فوق هذيك الحرشه. سينو اللي يبغي العسل ولا حاجه واحده اخرى يدير عادي. هنا قطعتها مرصويات، وتجي تتفتت وتذوب في الفم وتجي طريه، ما نحكي لكمش. واحد البنه لوغو تاعها ماشي كيما